هذه أسوأ تجربة مرت علي بحياتي بالجوكر، سواء أول ما جربتها أول سحبتين بس، إذا تركتها صار في معاناة رهيبة، إنه ابني بطلت أقدر أخذه على المستشفى إذا مرض. الجوكر حشيش صناعي ظهر بالعالم تقريبا بعام 2000 ووصل منطقة الشرق الأوسط آخر كم سنة. هو حشيش صناعي بيحتوي على مواد كيميائية معقدة شوي، ووصفوها بعض أصحاب الاختصاص من أطباء وكيميائيين بأنها مواد كيميائية قذرة. إذا بتركها ساعتين صرت مادة الجوكر، صرت أحس برجفة، أحس حالي بدي أراجع، أموت موت، خلاص مش قادر أتحمل. طبعا هو بالبداية بيكون سلوكه انطوائي وانزوائي، قليل الكلام، بصير عنده اضطراب في عادات النوم، بصير عنده اضطراب في عادات الطعام، ببطل يشارك اجتماعيا. بعد فترة على فكرة بسبب التغير المفاجئ بوظائف الدماغ وبسبب انها مادة مهلوسة للجهاز العصبي بجسم الانسان بتحول سلوكه لعدواني، راح يصير عدواني داخل الأسرة. السلوك العدواني عنده راح ينقسم لسلوك عدواني لفظي ولسلوك عدواني جسدي. والسلوك العدواني اللفظي بيبدأ بالبداية بعدين بتحول لسلوك عدواني جسدي. ومشكلة السلوك العدواني الجسدي كمان انه جزئين، جزء منه موجه نحو الذات، نعم بيأذي نفسه، جزء منه موجه نحو الآخر. يعني مادة حقيرة جدا، الواحد ما بنصح أي شاب أي حدا، يعني مش الزلمة اللي باخدها أصلا، عدم شخصيته بصير معدومة، بصير عبد إلها، مش عارف كيف أوصف لك إياها. بعدين الواحد يعني بداية بيعطوه إياها بسعر رخيص جدا. السؤال اللي بدي أطرحه يا شباب، كيف رحت لجرعة الموت؟ كيف رحت لجرعة الموت؟ الجرعة اللي قتلتك، كيف رحت لجرعة الموت؟ الجرعة الأولى هي من ذهب بالشاب إلى جرعة الموت، فالأولى قاتلة. نعم الأولى قاتلة، بما أن الأولى يلي استدرجتني أنا للجرعة الثانية والثالثة حتى فارقت الحياة، الأولى يلي قتلتني، فالتجربة قاتلة. لا تجربوا يا شباب، لا تجرب، والله التجربة يا شباب قاتلة. متى ما بدأ الشاب بتجربة الجرعة الأولى انزلقت رجله في بداية الهوية. الأسباب كانت هي يعني عدم اهتمام بجزء من الأهل، الأسباب بجزء إنه الواحد نفسية، الأصدقاء السوء هي أكتر إشي بتأثر على الواحد. إنه جرب، إذا شافوك زعلان، شافوك متضايق مثلا من أهلك، ما يهمك، هاي ياخذ لك سحبة روق أعصابك بداية، بعدين بتبطل تقدر تسيبها، مستحيل تقدر تسيبها، فضيحة، بتحس حالك بدك تموت، معدتك من جوا بتراجع، حالتك حالة، وكل إشي بيصير معك، حتى العرق بيصير يتصبب، شخصية عدم، بيصير عبد إلها، يقدرش يتركها. أصدقاء السوء طبعا عشان يبلوني فيها، عشان يصيروا ياخذوا مني ببلاش. شوف، المتعاطي الآن هو ارتكب سلوك غير مرغوب، فبالتالي هو بيعتقد إنه المجتمع رح ينبذه، فبالتالي بيستخدم وسائل دفاع. يعني إذا بنسميها كذب مثلا، إذا بنسميها كذب، ممكن إحنا بلهجتنا العامية بنحكي مثلا عن الشخص إنه كذب، لكن العلم بيحكي عنها وسائل دفاع. في المرحلة هذه اضطر إنه يستخدمها لأجل إنه يبعد اللوم عن نفسه، يبعد اللوم عن الآخرين. صح إنه رفاق السوء هم طرف، صح إنه رفاق السوء هم جزء، لكن هو بتحمل أيضا جزء من المسؤولية، لأنه الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بنعمة العقل، وعقل الإنسان عقل تدبير، بينما عقل الحيوان عقل تسيير. فبالتالي هذا عقل التدبير اللي أنا بمتلكه يفترض إنه أنا أتمكن إني أدبر أموري. طريقة قدومي للمركز كانت إنه ابني الصغير عمره 2 سنين، أنا دخنت سيجارة جوكر بالبيت وأغمى علي، وابني صار يصحي فيه، قوم بابا، صار عيط علي، وراحوا نادوا أهلي وصارت أرج وحالتي حالي يعني هاي أسوأ تجربة، عمريش مريت بهيك تجربة، أسوأ من الهيروين. إنه ابني بطلت أقدر أخذه على المستشفى إذا مرض، مرتي إذا حاولت إني بدي أخذ ذهب، إذا بتركها ساعتين صرت مادة الجوكر، صرت أحس برجفة، أحس حالي بدي أراجع، أموت موت. بعد فترة بصير سلوكه عدواني، بصير نفقد أشياء موجودة بالبيت، بصير يسرق مثلا ذهب خواته، بصير يسرق خلويات بالبيت، بصير يسرق الفلوس بحيث أنه يدبر ثمن المادة، بصير يستخدم وسائل الدفاع والكذب، بطلع خلسة لأنه جاء مسج أنه الجرعة إجت. انتبهوا، بطلع خلسة فجأة بالليل، بطلع عن التغطية، بسكر الخلوي، بصير نضرب عليه وينك، ببطل يرد. لما يرجع الفجر، أو هذا إذا رجع،
أو مثلا الصبح بيسألوه وين كنت، بقول صاحبي صار معه حادث، بيختلق أي وسيلة دفاع. طلعت مع الشباب، شو احنا مش رجال؟ شو احنا مش زلام؟ شو بدكم فينا؟ ما هي صرنا نزلهم. بستخدم أي وسيلة دفاع. بحكي للآباء والأمهات انتبه، الخروج المفاجئ واللي بكون خلسة وما حكى وين رايح وخرج عن التغطية، إذا تكرر مرة ومرتين وثلاث انتبه، ممكن يكون للشر ظاهر. ابني بقى التطعيم، في تطعيم جديد نزل شل الأطفال، أنا ما قدرت أخده. أنا سبت ابني ومرتي ورحت أشتري جوكر. شوفي لوين وصلت فيه. أبد كل بصير بطل إنسان، مش بني آدم، حيوان، إنسان بلا روح، حقير بصير الواحد. طب أنا بدي أخسر ابني وأخسر كل عيلتي وأخسر كل إشي مقابل هالسيجارة؟ عشان هالسيجارة هاي؟ لا. فقنعت يعني ما بقدر أخسر مرتي وابني عشان السيجارة هاي. بنفس الوقت بدي أموت إذا ما باخد السيجارة هاي. طب شو أعمل؟ الحل الوحيد إني أجي مركز الإدمان أتعالج، عشان أنا ما أخسر لا ابني ولا مرتي ولا أبوي. أبوي صاب السكر والضغط من وراي، ما ضل فيها، ضلش فيها خلص. حسيت حالي خلص أموت. جيت هون الحمد لله ساعدوني كتير. بدي أحكي شغلي شباب، مجرد التفكير بهيك مادة، في إنه أنا أقرب على هيك مادة، بدأ الانحراف السلوكي عندي بصورة التفكير اللاعقلاني، راح أنجرف نحو هاي المادة. بدي أحكي لكم شباب، المروج بده يبني مجده على حساب جماجم أولادنا. المروج ما بده مصلحتي، المروج بده مصلحتي. لما يقول لي خذها جربها، جبت لك اياها معزه، الله يضرني بنظري اذا بدي اضرك. فبالتالي شباب احنا بنعول على وعيكم. الشباب الاردنيين نشامه، واحنا بنعول على وعي النشامه في انهم يكونوا عون لاداره مكافحه المخدرات، وعون لمديريه الامن العام، وعون لانفسهم، وعون لاهلهم في إن نكافح هاي المادة، خاصة مع انطلاق الحملة الوطنية بالوعي نكافح المخدرات اللي رعاها أمس الأول عطوفة مدير الأمن العام اللي هو عاطف سلامي السعودي، واللي راح تنفذ إن شاء الله طول العام في المؤسسات التعليمية والمؤسسات الدينية. بدنا يا شباب تكونوا عون إلنا بتنفيذ هاي الحملة. بارك الله فيهم، كتير حسيت بتحسن الحمد لله رب العالمين. يعني زي اللي كنت ميت وعشت جديد، بني آدم تاني صرت. بكفي انه صار لي شخصيه، ما كانش لي شخصيه. تعال روح. انا كنت شوفير إلهم، شوفي لوين. يلا بقدرش اسيب السيجاره، صرت لمستوى انا ما بقدر اسيب السيجاره. شوفي لوين. انا دخان عادي بطلت ادخن دخان عادي، صرت ادخن جوكر. وصلت فيه بالاخر. ابني بالغرفه ادخن قدامه جوكر عادي يموت، مش مشكله. شوفي لوين. كتير كويسه الحمد لله رب العالمين، كتير مناح. بدهم يعني اتعالج. الناس رجعوني الحياة. حسيت أنا آسف كتير على اللي عملته، وأنا غير أرجع لهم إنسان تاني، وأنا بوعدهم وعد إني غير أرجع بني آدم تاني. خلاص ما راح أعرب على الشغلة هاي. الحمد لله بجوز صار فيه هيك عشان أترك من مرة. بوجه رسالة للشباب إنه هاي المادة كتير خطيرة، وبحطوا فيها مواد تانية خطيرة مثل سم فيران، بحطوا فيها شغلات ما بنعرف شو هي. الواحد بيصير الرجل زي اللي معاه صرع. بعد التتم بيصيروا يعطوه بودرة الجوكر، مادة خطرة جدا. ما بعرف شو هي المادة هاي. المادة اللي بخلي الواحد يتصبب عرق خلال ساعتين ما أخذت السيجارة هاي، بيصير يطلاطش، مخنوق، حالتك حالة، مش قادر تعمل، غير صالح لأي شيء. بني آدم أنا غير صالح لأي شيء. كنت بس أدخن سيجارة الجوكر وأحط راسي وأنام وأصحى، أعود أدخن السيجارة، أعود أرجع أنام وأكل وأروح أنام. هاي حياتي صارت بالآخر. تخيلي. أنا بدي أشكرك على صراحتك، وبتمنى لك الشفاء.